كيفاش تجيب الراجل للخطبة؟ يا اخي عمرك ما تسائلت علاش برشا بنات يتخطبوا في ساعة وبنات اخرين يقعدوا في مرحلة تصوحيب برشا وقت يضيعوا ساعات سنوات عديدة وما يتخطبوش وبعد يخسر عليها كل واحد يمشي على روحه. علاش من الاول يبدا هابل عليك يا غي؟ قول عليك انت الطفل اللي يحلم بها حياته كل وبعد يضيع لك برشا وقت وما يخطبكش. وفما ما اهم من هكا برشا. شنيا السر اللي مكن برشا بنات انهم يتخطبوا في ساعة؟ شنيا هو السر اللي ما تعرفوش البنية يخليها تخسر برشا وقت وفي الاخر ما توصل مع الراجل حتى شيء؟ هاو باش نفسر لكم بار ديتاي يا غي. اولا باش نقول لك حاجه يمكن ما تعجبش برشا نساء، مش اي راجل يحكي معاك وهابل عليك معناها راهو يحب يعرس بيك. راهي حكايه سيريو في اغلب الحالات ماهيش مربوطه بيك انت. ساعات الراجل يبدا في مرحله من حياته ماهوش يلوج على السيريو بتاتا، ساعات يبدا يلوج في علاقه وقتيه متاع وحده تتلهي بيه يعمل معاها جو سيتو، تملي له الفراغ العاطفي متاعو سيتو، ياخو منها اللي حاجته بيه سيتو. معناها دورك لنا يا غاليه انك تلقى راجل ديجا يلوج على السيريو، وهوني تفهم انه فكره كي توسع بالك وتصبري وتحني عليه وتدلل ليه وتحبيه وتصير بيناتكم كيمياء قويه على الاخر تو يولي يحبك، وكي يحبك تو يبدل رايه ويولي يحب يعارس بيك. نحبك الفكره هذه تنحيها من مخك كومبليتمون يا غي، خاطر الفكره هذه هي اللي ضيعت وقت برشا نساء. دونك يا غاليه الحاجه اللي باش نقولها لك توا نحبك تحطها في راسك وما تنساهاش جامي تنساها. اول كريتير راك تلوجي عليه هو الراجل اللي ديجا يلوج على علاقه سيريوز. نحبك الكريتير متاع الراجل السيريو يكون قبل اصلا الكريتير متاع انه يعجبك ولا، معناها لازمك تختار الراجل اللي يعجبك من الرجال السيريو ديجا، مش تختار واحد يعجبك وتحاول تردو سيريو. نو اي بيان سور جوست انه سيريو راهي حاجه ماهيش كافيه. ثم دوتر كريتير ماذا بيك يكونوا موجودين، لازم يكونوا موجودين، كيما اسكو السيد هذا مستقر ماديا في حياته ولا لا. وفما ديكا ظاهرين، مثال واحد كبير في العمر ولا عمره لا خطب لا عطى كلمه لا عرس، هذا مثال ريد فلاج واضح على الاخر. مثال اخر حاجه ذي قمروها، الراجل كي يبدا خاطب قبل فرصه الارتباط به تكون خير من واحد عمره ما خطب، عكس اللي برشا نساء تعتقدوا. وتوا هاو باش نقول لك كيفاش تتصرف بالضبط يا اخي. ركز معايا في النقطة هذه مهمة على الاخر، لازمك توضح له اللي انت تلوج على علاقة سيريوز وتجسوا جسة باهية من الرونديفو الثالث للرونديفو الخامس ما اكثرش. يعني بكل هدوء وتربية لازمك تفهموا اللي انت تلوج على غولاسيون سيريوز من الرونديفو الثالث للخامس ما اكثرش، هاني عاودتها. وتفهموا مش بطريقة متوترة ولا اجريسيف تبدا تنطر واسمعني نقول لك وتحكي متقوية. رد بالك، راهي المرأة تحكي متقوية ما تلقى كان راجل هكاكا وبرارة، ما فما حتى راجل بقيمته وقدره يقبل مرأة تحكي معاه متقوي يا غي. نحبوا يفهمها من نبرة صوت، راهو اذا ماهوش باش يبدا سيريو راهو وجهك ما عادش باش يشوف. ونعاودها للمرة الثالثة، من اول 3 ل 5 مقابلات لازمك تغزر له في عينيه وتسأله على بروجرامو شناوي يعمل معاك بالضبط. لازم من طريق تحديثك ظاهرة متربية وسيريوز، واذا ماهوش ناوي على السيريو راهو وجهك ما عادش باش يشوفه، من غير ما تقول له وجهي ما عادش باش يشوفه. ما من صوتك لازم يفهمها متاع شنيا ناوي تعمل بالضبط، شنيا بروجرامك. اذا ما فهمهاش وضح له راك تحكي متاع شنيا ناوي تعمل، شنيا بروجرامك، وقتاش ناوي تخطب، وقتاش تخمم انك تعرس. واذا ما فهمهاش تبارك الله وصل له باللي تحب توصل له، ماكمش ناقصين كيفاش توصلوا المعلومه يعني. تهني عليكم. والنقطة المهمة لهنا على الاخر، كان تحسوا يمهمها عليك لازمك تمشي على روحك. واي غالية من متابعات البوقي لازمك تتعلم تمشي على روحك كي ما تلقاش لحاجتك بيه. اي متابعة ما تعرفش تمشي على روحها نقول لك راك باش تتعب في حياتك مع الرجال. وبيان سور في لي رونديفو هذوما الاولى من الثالث الخامس لازمك تحط لي ليميت نتاعو، ما يبداش يرمي عليك في يديه. وكي يبدا يخمج عليك في مخه لازمك تفهم حاجه، عادي راهو اي راجل راهو يخدم عليك مخه، ومش كي يبدا يخدم عليك في مخه معناها راهو ماهوش سيريو. هذه خدمتك انت، لازم تحط له لي ليميت بطريقه انثويه. هاو اكزامبل على الطاير، كي يبدا يخدم في مخه ما تقولوش اسمع واسمع، لازم تفهموا اسمعني راني مانيش تاع شيء، هذا بكل تربيه بكل هدوء هكاك تحط له لي ليميت نتاعو وما تهربوش يا غي. وكان حطيت لي ليميت بتربيه وهرب معناها من الاول راهو ماهوش ناوي على الخير يا غي، وهاك ارتحت منه، هاك ما ضيعتش وقتك. دونك لي ليميت تحطهم بالتربيه والفيانه مش بالتعرعير وبالصياح، وذا هو السر اللي ما يقولوا لك حد كان البوكي.
واذا جسيتوا من الرونديفو الثالث للخامس وحسيتوا ناوي على السريو متاع راني ناوي نخطب في 6 شهور مثال الخ وناوي نعرس في عامين الخ هوني لازمك ترخف روحك شويه وتولي تقولوا كلام حلو وتحسوا اللي هو راجل وتحسوا بالرجوله متاعو يا غي. هوني هو يربطها في مخه اللي انت وليت محليك على الاخر خاطر انت فهمت اللي هو يلوج على غولاسيون سيريوز ويفهم اللي انت ماكش طفله سهله الانوثه متاعك ما تسيبهاش مع اللي يجي يا غي. وتوا ركز معايا مليح، نحبك كي تبدا ترندف وتخرجي مع انسان نحبك تركز في كلامه مليح خاطر جينيرالمون الانسان راهو يعطيك حقيقته من الاول، غير ركز وصدقوا في اللي يقول. مثال كان من الرونديفو الاول يقول لك راني مانيش ناوي نلوج على حاجه سيريوز ومازلت صغير ولا حسيته مش فاهم روحه ولا يحكي لك اي لغه نتاع واحد تحسه باش ياخذ برشا وقت، هوني لازمك تصدقوا اللي هو ماهوش ناوي على السيريوز. ما نحبكش تحطوا في مخك تشالنج وتحدي وتقول باس انا هي الطفله سبيسيال اللي باش تبدل له رايه. كي تسمع اي حاجه يقولها من نوع هذايا لازمك تصدقوا تمشي على روحك. راهو مكثرية الرجال ما تبدلوش رايه علاقة في حكاية العرس ونيتهم ما تتبدلش باش نية يحس معاك، معناها كانوا ناوي انه توا ماهوش ناوي عرس حتى كان تبدي مونيكا بلوتشي ويحس معاك مش نورمال ويولي يحبك مش نورمال، راهو في اغلب الاحيان ماهوش باش يعرس بيك. وحتى كان حسيته تبدل راهي بطريقة وقتية وبعد تعود حليمة الى عادتها القديمة يا غي. وها باش نزيدك نقطة اخرى مهمة على الاخر كي يعطيك وعود متاع حاجة سيريوز لازم فما دات، معناها كي يعطيك وعد لازم فما دات واضحة زاد. مثال ناوي يجي لداركم بعد العيد ليلة 27 الخ مش هاني ناوي نخطب ومسيبها في المهموتة، فما حتى غالية باش يجي شكون يضيع لها وقتها راهو مع البوكي. وبيان سور ماذا بيك الوقت اللي يعطيهولك ما يفوتش من 6 ل 8 شهور ماكس، ماذا بيك ما يفوتش 6 شهور. هوني نحبك تركز معايا شوي، كان بعد ما يعطيك دات ويجبد بيك في اخر دقيقه نتاع يقول لك راني جناوي نجي نخطب في الدات الفلانيه وبعد ما يجيش ويعطيك عذر، الفازه من النوعيه هذه لازمك تسامحوا عليها مره واحده برك، كان يعاودها مره اخرى تمشي على روحك. مانيش نحكي تهدد وانك تمشي، لازمك تمشي على روحك بالرسمي وتبدا تقابل في ولاد اخرين. ديما تفكر يا غالية كي نحكيو على العلاقه مع الراجل وقتك هو اهم حاجه عندك، تفكر للوضوح راهو يفرض الاحترام. وتنجم انت تقولي كيفاش باش نلقاه هنا السيد هذا اللي ناوي على السريو وفاهم روحه حاجته بالسريو. نحب نقول لك راهي لعبه ارقام، اذا ما عندكش خاتم في يديك ووعد واضح وحاجة واضحة نحبك تعرف بالبرشا ولاد مع بعضهم ايه، وهذا من حقك راه. ما تركز مع طفل الا ما تحس ثما بوسيبيليتي صحيحة تاع حاجة سيريوز وتك زادا. وكان تقول لي انا مانيش قادرة نعرف برشا ولاد مع بعضهم نقول لك يا غالية راهي الدنيا هذه ما تعطي كان للعباد اللي تفعل، واذا انت ما عندكش قلايب لازمك تسكت وترضى بالقليل وما عادش تتشرط وتقول نحب. واخيرا ان شاء الله كي تعرفي واحد سيريو ما تهربوش عاد. تفكر لي الراجل راهو يحب السلام الاحترام والتوافق، الراجل راهو ما يحبش الضغوطات النفسية توسكيات جانجين تخرنين سياح مرج. وهوني باش نفكركم ونعاود نبسط الحكايه نعاود نقول عمرك لا تحاول تقنع راجل انه يرتبط بيك، لازمك تلقى راجل اللي هو بطبيعته في مرحله من حياته يلوج على الارتباط وانت جوست تلعب كوارتك صحاح باش تجيبوا الاثنين. اللي تحب تاخذ معايا كونسلطاسيون بريفي ابعث لي ميساج باش تاخذ رونديفو وربي يهني الجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا غاليه.